الشهرة بتيجي بالصدفة يا حبيبي. مش عارف شافوا فيا ايه، قالوا لي لا انت لازم تطلع قدام الكاميرا. الصورة كلها بتعمل كده، وحياتك يا دي النعمة ما هنكر. الغربة حال. انا نفسي ان اي حد يتفرج على الفيديو بتاعي اول حاجة يكون على وشه ابتسامة وضحك. بقيت بارد شوية من اول يوم ما شفتها، قلت الفيديو دي انا هجوزها. انت واحد بيجي لك السكيورتي يشتكي لك يقول لك الحق القط بتاعك. انا لما بكون مزاجي وحش او بفقد الامل في اي حاجة بداي دريم، شايف نفسي قاعد في بالي شاري بيت هناك وقاعد هناك معتزل العالم. الشهرة عمرها ما بتيجي بالصدفة. معانا شاب النهاردة بدأ من الصفر زي ما بنقول، من مسرح الجامعة لحد ما بقى كونتنت كرييتور مشهور جدا، مش في مصر بس، لا في مصر والوطن العربي كله. معانا ذا سوبر طه. ازيك يا طه؟ ازيك يا حبي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بس عندي تعقيب واحد بس. ايه هو؟ الشهرة بتيجي بالصدفة يا حبيبي. لا ما بتجيش والله بالصدفة. بتيجي بالصدفة. طب انت جات معاك بالصدفة والله ازاي؟ بالصدفة. قول لي طيب. يا ابني انا اصلا ما كنتش هبقى كونتنت كريتور اصلا ولا كل الكلام ده اصلا، انا جت معايا بالصدفة. ايه اللي حصل خلاك تقول اللي هي جات معاك بالصدفة؟ كان في شركة اشتغلت فيها وانا كنت شغال بهايند سين، انا مخرج، بطلع فورماتس بقى واعمل فيديوهات واصور ومنتج واعمل كل حاجة. فهم مش عارف شافوا فيا ايه، قالوا لي لا انت لازم تطلع قدام الكاميرا. اقول لهم لا لازم تطلع قدام الكاميرا. اقول لهم يا جماعة والله العظيم لا. حصلش. شهر اي يتحايلوا عليا عشان اعمل بايلوت بس. فجيت عملت البايلوت، صورته اول مره، خليت الواحد صورني، طلع الاكسبوجر بايظ والدنيا بايظه، رحت ماسح الفيديو صورته تاني. ماشي. اول مره صورته اقسم بالله العظيم لسه عندي الفيديو ده بتكلم كده، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه تحاول بقى اللي انا هعمل محتوى يا جماعه. قرار كنت مركز في حاجتين، مركز في صوتي ومخارج حروفي، مش مركز في ادائي اصلا ولا في اي حاجه. وصورت ونزلت. المهم لسه اتفرج عليه عمال يضحكوا. طب بتضحكوا عليا يا جماعه؟ انا سخيف يا جماعه. فجيت بقى بعد كده الفيديو نزل، لقيته جايب فيوز. طب عملت الشغل التاني جاب فيوز. ده كان سنه كام مثلا؟ 22 ولا 23، والله ما فاكر. اوكي ممكن سنتين ثلاثه على حاجه. المهم عمل الفيديو ده، كنت بعمله اصلا من عارف من ورا ظهرك اللي هو يلا شغل زياده وخلاص، وانا عندي شغل الاساسي اصلا. فجيت بعدها فتره مش فاكر بقى، لقيتهم بيدوني KPI وبيدوني حاجات اللي خلاص بقى تاسك عليك خلاص. تكبرت الموضوع قوي يا جماعه. فجيت فواحد كده حبيبي، هو حبيبي يعني، فهو جاي بيقول لي كده ان انا ايه، جاي بيديني كومنت بيقول لي خف لهجه مصريه شويه وبتاع. فقلت له ايه؟ قال لي خف لهجه مصريه. قلت له ازاي يعني خف لهجه مصريه يعني؟ مش هعرف يعني. فاللي هو يعني ان هو خفف مصطلحات مصريه. حبيبي المصريين يعني اللهجه المصريه هي اللي موصلاني اصلا للناس بتجيب فيوز. وايامها اصلا كان الشو بتاعي كان هو اللي بيجيب فيوز اعلى من المعتاد بالنسبه للناس الثانيه. اوكي. وهي كانت فيوز عاليه قوي، كانت 300,000 على اليوتيوب، 400,000. وبالنسبه للبتاع ده بعدين بقى النقله بقى. فجيت بعد الميتنج ده، انا فاكر كان معايا واحد صاحبي، قلت له بص يا باشا، انا هخليهم يعرفوا قيمه اللهجه المصريه عامله ازاي. تمام. انا فاكر الكلمه دي. هو مهند صاحبي ده، هو كان سكريبت رايتر. طلعنا رحت عامل فورمات جديده بتاعت الشو ده، ورحت عامل الشو ومصور اول حلقه. جت الحلقه يا باشا تنزل، كنا بننزل ندخل 5 سيجاره في الباركنج ونتفرج على اول ساعه والله العظيم، ونعمل ريفريش. كان يوتيوب بيجي له ايرور من الريفريش، اللايكس مثلا وتبقى 20,000 وجايب 1000 فيو اوف من الايرور لغايه ما يسمع البتاع ده. الحلقه كنت بتنزل الساعه 7، الساعه 10 بتكون جايب 400,000. يعني انت لو دخلت شفت الفيديوهات دي هتلاقيها كانت جايبه دلوقتي 13 14 مليون، لسه لغايه دلوقتي شغالين. ده اقل واحد مثلا اللي هو ما جابش جاب 2 مليون ولا حاجه. طب هنا انت حسيت اللي هو انا خلاص هكمل في الاتجاه ده، ولا حسيت ايه ساعتها؟ اللي هو كان تاسك عليك فانت هتعمله غصب عنك، ولا حبيت الموضوع؟ لما عملت الحته دي كان لا بمزاجي بقى، كنت بستمتع الحقيقه، لان انا بقيت عملت فورمات بقى والضحك بقى وهزار، وبقيت ادخل طريقتي فيه يعني. بس انا فاكر لحظه اللي انا خفت فيها ان واحد محدش يعرفه ولا حد شافه ولا انت عمرك في الكلام ده، ولقيت كل الشركه بتقول لك انت هتعمل الحلقه الجايه ايه ده فيديو جامد، ده مش عارف ايه الكلام ده. فانت بقى انت عارف الشخص الشيطان حلو بقى نجم مش عارف ايه. عرفت الناس العربيه فتح المرايه، عارف انت المرايه بتاع دي، واحد بيتكلم على نفسك كلمتين، انت هتنسى نفسك، كل ده بيروح في ثانيه. بلاش النشوه دي وبلاش الكلام ده. بعدها باسبوع الشوك كانسل. خلاص مفيش شوك والله العظيم. فسبحان الله، لان فعلا الموضوع كله جت صدفه كده. وعذرت الناس اللي بتتشهر وبتتغر، لان الموضوع اصلا هو مش مغري، ده مغري بالزياده. طيب انت بتتكلم على الغرور هنا، وانت عندك كلمتك المشهوره لو مش عاجبك كلامي انت حر. مالها يعني؟ صح. ده مالهاش علاقه بالغرور. دي مش حاسه غرور؟ ده مش غرور يا باشا، ده انا بقطع على اي حد الباب ان هو طبيعي جدا ما يعجبكش كلامي، واصلا الكلمه جت بالصدفه
كنا بنكتبها بسكريبت. اوكي. وجات اللي هو مش عارف قال حاجه، الواد كتب كلمه بتوتها ما خليها، لو مش عاجبك الكلام انت حر وخلاص، وجربتها. فاكر اول فيديو فيها كان ايه؟ والله ما فاكر. كان فيديو ممكن عن 5 حاجات هتصدمك ولو ما صدمتكش انت حر. كانت دي بدايتها. كانت دي بدايتها. بعد كده بقى بدأت تدخل، عملناها اصلا في فيديوهين وانا اصلا مش واخد بالي منها اصلا. بعد كده جت اللي هو انا لقيت الكومنتس، انا كنت بدخل اقرا كل الكومنتس، ممكن بال20,000 كومنت تدخل اقراهم ترد عليهم بقى وسانكس ورد يا باشا. لا ورد على الناس بقى، كنت برد الكومنتس حلوه. حتى لو حد كان بيتنمر او بيعمل حاجه كنت برد ببرود يعني. يعني فجت الكلمه دي لقيتها ايه، ففي فيديو ما قلتهاش فيه، لقيت الناس بقى دخلت تقول لي ايه انت فين ما مش عاجبك كلامي. لا لازم اقول دي بقى، الناس هي اللي شجعتك اللي فخلاص بقى الكومنتات دي كانت كتير، فدخلت بقى يا باشا قلت يلا خليها بقى تاج لاين. الناس بتبقاش عارفاني اصلا اسمي ايه. والله في ناس بتوقفني بتقول لي مش عارفه اسمي ايه، بتقول لي مش انت لو مش عاجبك فكرتش تعمل ميرش بقى وتعمل؟ عملت يا باشا بس ما بص انا عملت للمرحله ان انا عملته واديت لاصحابي، لكن بعت لا ما عملتش، ما كبرتش موضوع يعني. لا بس حتى لما بفكر فيها والله العظيم، بس كل مره باجي افكر فيها اقعد اكسل بقى ان انت لازم تطلب التيشيرتات بقى من الصين وتقعد مش عارف. الطباعه سهله يعني. انا فكرت حطيت حتى عندي في الكارت ليست الطبعه اصلا بتاعه التيشيرتات، قلت انا هعمل المشروع ده انا بنفسي يعني، هعمله في البيت. طب احنا من خلال البودكاست بتاعنا النهارده انا يعني نصيحه مني اعتبرها اخويه، اللي انا بقول لك اعمل الميرش ده وجرب. انا شايف الفتره الاخيره الكلام العربي على التيشيرتات او على اللبس عامه بقى ليه سوق كبير، وحته لو مش عاجبك كلام انت حر. انا حاسس ان في ناس كتير ابتدت تستخدمها عامه في العادي، او بقت اسلوب حياه شويه. خدت بالي ان في ناس كتير، وانا ده شفته في الكومنتات عندك. فمش عارف، حاسس ان هي هتبقى نقله حلوه ليك برضو اللي انت تفكر في ده، خصوصا اللي انت بتنزل برضو كونتنت بتاعك فاشن، تقعد جيت ريدي ويز مي. شايفين حاجات حلوه كده بتظهر يا باشا. بص يا باشا انا ومصعب والله كلام حلو والله. مثلا انت عارف ان الفيديوهات دي كان في ناس كبيره جدا كانت بتتفرج عليها، ناس كبيره جدا كانت بتقول لي فين الفيديو النهارده ايه، وكانت بتقول خلي ده يصور معاك، خلي ده يصور معاك. حتى التيشيرت بتاع لو مش عاجبك كلام انت حر لبسته في الشغل في مره، في ناس يعني تقيله عملته لها. طب ما ده ما شجعكش اللي انت تكمل في البيزنس؟ ما هو يا باشا بص انت عارف الحياه عامله ازاي. انت بتقول الفكره هوبا يلا ADHD يا باشا ويلا ومتحمس وبعمل وكل حاجه، الاسبوع التاني عايز اعمل حاجه تانية. صح. انت فاهم يعني اللي فيها. بس هي الفكره كلها ان انت لازم يعني ايه، واحد ان شاء الله السنه دي هيحصل فيها حاجات زي دي كتير يعني. نقلت من مصر للامارات هدي بالصدفه برضه؟ تهزرش والله بالصدفه. طب احكي لنا. طيب يا باشا انا كنت بصور بايفنتس وبنظم ايفنتات في مصر وبعمل مش عارف ايه الكلام ده، ودخلت بقى اللي هو اي ايفنتس كانت بتجيلي والكلام ده كنت بصورها. فقلت لا انا عاوز اتعلم تصوير فيديو، فعلمت نفسي تصوير فيديو. عايز اتعلم ايديت، علمت نفسي ايديت، وعملت فيلم قصير اصلا محدش شافه الحمد لله. كان عن ايه طيب؟ اسمه قصه كوبايه شاي. لا احكي لنا معلش. هو موجود على اليوتيوب بس محدش يشوفه، لان كنت مصوره بكاميرا كروب فريم وعدسه 50 مللي مفيش فيها ستابلايزيشن، يعني الكاميرا الصوره كلها بتعمل كده. اوكي. بتحكي عن ايه اللي بيدور في دماغ الواحد الصبح وهو بيشرب كوبايه الشاي. مش حاسس ان انت عايز تعمله تاني بالامكانيات انا حاطه اصلا. انا عندي اصلا كاتب عندي في النوتس السكريبت بتاعه. هو كان شخص بيتكلم معاك، انت بتتكلم نفسك يعني. وحاطط قصه كوبايه شاي هاي برودكشن. وانا اللي يعني المره اللي فاتت خليت صاحبي هو اللي يمثل فيه. المره دي انت ناوي انت اللي انا اللي عايز امثله بقى المره دي، انا اللي عامله طه وقصه كوبايه الشاي. لا هو كوبايه الشاي بس. اوكي. طب نرجع لموضوعنا، نقلت من مصر للامارات. شايف النقله دي غيرت فيك ايه؟ وانت قلت لي اللي هي جت بالصدفه. هي بص انا واحد من الناس زي ما قلت لك كنت بصور وبعمل والكلام ده، فنايم في البيت عادي جدا. كنت بشتغل فريلانس، كنت بشتغلش فول تايم نهائي وانا في مصر. فجالي تليفون الساعه 4، واحد بيكلمني الساعه 4 صحيني من النوم، اصلا كنت في يوم اجازه وقاعد نايم وبتاع ده. بيقول لي ايه طه ازيك عامل ايه، تحب تسافر دبي؟ اوكي. تسافر دبي فين يعني؟ هتيجي تسافر دبي؟ قلت له مين اللي هيدفع الفلوس؟ قال احنا ندفع الكفل بكل حاجه. قلت له يا عم مش مشكله خلاص. قال لي خلاص ابعت لنا مش عارف بطاقتك والكلام ده. شفت ان انا كنت مقدم على شغل وعلى حاجه، وهم بعتوا لي تعالى هنا تريننج عشان الشغل ده في مصر، ان انا هاجي هنا اتدرب على سيستم الشركه عشان الشركه دي تفتح في مصر وانزل ادرب الناس. بس ماشي. الحمد لله انا عملت الدنيا معاهم. انا جيت هنا قعدت 2.5 شهور ورجعت مصر قعدت اسبوع وسبتهم. خلاص شكرا. خدت هو انا جيت دبي اصلا عمري في حياتي. الكلام ده كان سنه كام؟ 2016 ديسمبر 2016 انا جيت دبي. اوكي. وانا ما خرجتش منها من ساعتها؟ لا رجعت مصر، لان انا جيت هنا
فاصحابي يقولوا لي طب قدم على شغل تاني شوف بتاع ده. فانا جيت شفت الماركت انا عامل ازاي قلت لا انا مش هلاقي شغل بالمنظر ده وهشتغل شغل اي كلام لو انا لقيت ده. فلما نزلت قلت انا هقعد سنه كامله في مصر. السنه دي فعلا كنت بعمل حاجه واحده بس بقوي البورتفوليو بتاعي. اوكي. عملت بروموهات بمسرحيات عملت بوسترز عملت حاجات قعدت اشتغل بص بايدي واسناني ان انا اخلي البورتفوليو بتاعي قوي في الفتره دي. قلت سنه بالظبط وانا نازل من دبي هنا كانت 18 فبراير سنه 2018 انا كنت راجع دبي تاني. اوكي. وقعدت ادور على شغل. جيت يا باشا اشتغلت هنا قعدت اول شهر في خلال اسبوعين جالي انترفيو ما شاء الله. هوبا على الناس تاني ده. لا جالي انترفيوز قبلها اول ما جيت على طول بس ما عجبنيش الشغل يعني. اوكي. كلهم كانوا مطاعم وحاجات مش اللي انت بتدور عليه يعني وبتاع ده. فجالي شغل في ايجنسي والله فاكر اسمها ايه. جيت اللي هو قالوا لي ايه عايزين تيست وبتاع ده. عملت لهم فيديو وعملت لهم فوتوغرافي للمحل بتاع تشوروز. كان هما كلاينت عندهم قالوا لي روح صوروا واعمل لنا تيست. عملت التيست تمام عجبهم الشغل وكل حاجه. قالوا لنا بس احنا هنستنى لغايه ما صاحبه الايجنسي ترجع من الجواز عشان نعينك. بعدها 28 يوم جالي شغل تاني. لقيت حد داخل بيكلمني على لينكد ان وبيقول لي طه مش عارف ايه الكلام ده انت تشتغل معانا النهارده. قلت له ايه؟ اوكي. كانت ايجنسي برضو تاني. قلت يلا اشتغل معاكم وبتاع ده. رحت يا باشا اشتغل معاهم. اشتغلت فحتوني والله العظيم شهر 26 يوم انا اشتغلت فيهم شغل يكفي سنه. اوكي. المشكله بقى ايه مع احترامي يعني كل حاجه الذوق بتاع ده ما كانش شككتني في نفسي. انا كان بيجي لي نايت ميرز من الشغل. قلت لا انا مش هقدر اكمل في الشغل ده وبتاع ده. فالمهم ان هي كانت بتقول لي لا مش حلو التصوير ده مش حلو الفيديو ده مش حلو مش عارف مش عاجبهم حاجه خالص. مش عاجبها هي كانت صاحبه الايجنسي. اوكي. فالمهم انا بعد ما مشيت فكان لي ناس اتعرفت عليهم في الايجنسي بيقولوا لي كل شويه بتشوف الصور تقول مين صور الصور الحلوه دي. قلت انت مجانين. انا استقلت بعد 26 يوم وايامها كل اصحابي يقولوا لي يا ابني انت مجنون حد يلاقي شغل وبالمرتب ده ويقول لك مش عارف. اقول لهم يا جماعه انا جاي شغال الشغلانه دي عشان اقعد اتبسط. تمام ده انا اول سنه مرمطه حلوه يعني. انا جيت تمام خلاص. سبت الشغل دورت على شغل اسبوع الحمد لله ولقيت شغل تاني. لقيت حد بيكلمني من ريكروتر بيكلمني بيقول لي في شركه فاتحه ومش عارف ايه. الشركه دي بقى لو كانت كملت فعلا كانت هتبقى في حته ثانيه. ده احنا كنا بنعمل كونتنت قبل ما الكونتنت هايب يحصل كله. كان في 2018 وكنا عاملين بلاتفورم كان اسمه شموز ميديا. اوكي. كنت انا بالظبط احنا كلنا كنا عرب. كانت شركه هنديه صاحبها هنود وكان تحتهم ابن صاحب الشركه هو اللي ماسك الايجنسي دي اسمها شموز ميديا. وكان معانا انا واربع بنات وصاحب الشركه. كنا بس التيم ده بس وبنعمل كونتنت زي باص فيد في الروشه دي اللي لسه طالعه 2018. عملنا يا باشا 6 شهور بالظبط. 6 شهور ايه احنا ما كملناش يعني. انا قعدت 6 شهور بس كملنا. عملنا اول شهرين بدأنا بقى ونزلنا فيديوهات بدأت تجيب فيوز على الفيسبوك وبدأت مش عارف ايه. وكان الفيسبوك كان عزه يعني. وبدأت مش عارف ايه الكلام ده يحصل. شخص ما كده يهرب من البلد هنا من الدولة هنا وهو كان أكبر عميل عندهم. ضرب الشركة الأم. اوكي. واحدة يمشوا الناس. فخسرت الشغل. لا أو ما خسرتش. أنا الوحيد اللي ما خسرتش الشغل يعني. هم بدأوا يمشوا التيم بتاعي اللي معانا. كنت هيد اوف برودكشن أصلا عندهم. يمشوا الناس في اخر عاوزين يشغلوني انا مع الشركه اللي قلت لهم لا انا مش هشتغل معاكم يا جماعه السلام عليكم. طب انت كل ده ما كانش فيه كونتنت بتعمله لوحدك ولا اصلا. انا كنت بعمل كونتنت بس انا بعمل الكونتنت من ورا. انت ورا الكاميرا. انا اللي بعمل كل حاجه في الكونتنت بس من ورا الكاميرا. طب امتى خدت بقى فكره اللي انا لازم انا اللي هبقى قدام الكاميرا وهكمل خلاص بعد ما الشو بتاعي وقف. لان انت ساعتها انت لما الشو بتاعك وقف وانت كنت محقق فيوز عاليه جدا وبتاع ده. فانت بيجي لك لحظه كده كان عندي شغل تاني وخلاص. كان بيجي لك يعني هو انا في حاجه غلط فيا. هو انا اصلا ما استحقش ده. طب انا مش عارف ايه. طبعا عملته عشان اثبت لنفسي ان انا اقدر اجيب فيوز بعيدا عن البلاتفورم ده. والحمد لله انا بعد ما نزلت فيديوهات بعد رابع فيديو اي وين فايرال. كان جايب 1,000,000 وشويه ما شاء الله بعد رابع فيديو. وانا كان عندي اكونتي كان صفر. انا بدات من الصفر. انا بدات من الصفر اكونت. يعني الانستجرام بتاعي كان فيه 3000 ولا 4000 فولور ولا حاجه. فوق الانستجرام اصلا الانستجرام عندي فيه مشكله. بس انا كان عندي تيك توك اصلا انا كنت بادئ من الصفر. بعد رابع فيديو ات وين فايرال. خلاص بقى هنا بقى النقطه اللي قلت اللي انت خلاص انا مكمل في الفيديوز مش هوقف. شهرين وقفت. والله شهرين كان وقفت. ايه طب ايه الحاجه اللي خلتك توقف تاني يعني؟ انا عايز اعرف برضه. عندي شغل من عندي شغل اساسي يا جماعه. ما هنهزر مع بعض. انت عارف ان احنا كلنا هنا بنشتغل شغل اساسي اللي هو بيدخل لك مصاريفك ويدخل لك كل حياتك. فانت شايف ان الكونتنت كرييشن او اللي انت تبقى انفلونسر ده مش ما ينفعش يبقى فول تايم جوب؟ مش دلوقتي لا. في ستيج معينه هيوصل يبقى فول تايم جوب. بس انت لازم
توصل لمرحله من الاخر كده احنا كلنا عندنا مصاريفنا اليوميه، عندنا ايجارنا. انا لو قاعد في مصر انا كنت فرغت نفسي. انا لو في مصر كنت قعدت في بيت اهلي وشقتي مزاجي حلو ومعزز مكرم. اقسم بالله وعملت كنت بس مش حاجه غير نعمل فيديوهات. بس انت هنا انت عايش هنا في حاجه، في مصاريف، في حاجات بتدفعها، في اكل شرب، في عربيه أكيد. في بنزين، في بتاع ده، في حسيت ان انا لا انا هيبقى الكونتنت مش هياخد حياتي كلها، انا هيبقى وظيفتي موجوده وجنبيها الكونتنت لغايه ما يوصل الكونتنت ان هو يدخل لي فلوس تخليني فعلا ان انا اقول لا انا مش عايز اعمل حاجه. طب احنا في حاجه انت كنت بتقولها في فيديوهاتك على طول، بحب اعرف العرب ببعضهم. دي الفكره جات لك بحكم ان انت مصري وتربيت في اسره مصريه وبعد كده قررت تيجي الامارات هنا، فالفكره اتكونت لك بالشكل ده، فاللي انت قلت تعمل معلومات مثلا تعرف العرب ببعضها، ولا الفكره جات لك ازاي وايه هدفها الاساسي؟ طيب بص، لو خدت بالك ان العرب عندهم حاجات متشابهه جدا غير مش عارفينها، يعني فاكرين ان احنا مختلفين بس احنا متشابهين جدا. اوكي. يعني انا لما كنت بعمل الكونتنت بتاعي الاول كنت بتارجت المصريين، يعني اول الام المصريه، الحاجات المصريه، الاب المصري، المصريين بيعملوا كذا، الحاجات دي كلها. في الكومنتات يعني الكومنتات الفيوز بتيجي من بره مصر. انا امي كمان بتعمل كده، انا مش عارف، انا عندنا في البيت نفس الحوار، انا في الشارع بنلاقي نفس الطريقه دي. فانت بتلاقي ان الحاجات تشابه، هي واحد. البيت العربي هو بيت واحد، بعيدا بقى قوميه والكلام ده، كلنا مالناش دعوه بالكلام ده حاجاتي، بس هي فعلا كلنا متشابهين، الثقافه واحده، بس هو مش عارفين ده. فانا حبيت اعرف العرب بعضهم، ان انا اعمل حاجه مثلا ان انت عندك اكتر ستيريوتايبس في سلسله فيديوهات بعملها اسمها اكتر ستيريوتايبس عن اكتر حاجات كذبات عن العرب، بس عن دوله دي معينه. لان فعلا انت في ناس شفت في انجيجمنت حلو فعلا من اليوزرز على الكونتنت ده، على طبعا ده الفيديو ده بينزل. يعني انا نزلت 4 أو 5 فيديوهات من النوع ده، الفيديوهات دي معديه ل 2 مليون و3 مليون و4 و5 مليون فيو. والناس اصلا يعني والناس بتضحك، بس الفكره كلها ان انت ايه في الكونتنت في مشكله ان انت لازم يكون عندك زي خط رفيع كده انت ما تعديهوش، في ان انت تكون سخيف او تكون ايه كوميدي، او ان انت تهين حد او تضحك حد على نفسه. خط رفيع قوي. يعني لازم تاخد بالك جدا. يعني في انا اصحابي يقولوا لي انت بتعمل فيديوهات ما تعرفش تعدي بيها ازاي، اللي هو يا جماعه لان ده في خط رفيع جدا ان انت تعمل فيديو ما حدش يمسك عليك حاجه، ما حدش يقول لك مش هتغلط في حد، ما تغلطش في حد. ومش في شعوب مثلا، يعني في شعوب معينه بتتقبل الضحك والهزار، صح، وشعوب تانية لا. فانت لازم تبقى فاهم ده في المحتوى بتاعك، لازم تفهم طبيعه الشعوب. واحنا هنا في دبي انت عارف يعني انت بتعامل كل الناس. انا بس يعني قبل ما اعمل اي فيديو بتسال تاخد راي الناس عشان ما تقولش حاجه بس الجنسيه دي، بقول لهم الفيديو ده وانا قلت كده هيبقى حاجه حلوه ولا وحشه، طب هتتاخد هزار ولا مش هتتاخد هزار بالظبط. وساعات اصلا باخد الموضوع منهم، يعني بقول لهم قولي لي في حاجات مثلا لما الستوري توبس دي بجيب مثلا 4 أو 5 انا بسالهم ايه اكتر حاجه الناس بتبقى فاكراها عنكم وانتوا بتقولوا ان هي مش موجوده عندكم اصلا، فيقولوا لي هم ايه. فانا ساعات اصلا في مره فيديو عملت عن تونس فرحت فجيت في كلمه كده، ولو حد فيكم قال لي حاجه ان ده غلط زياد مأكد لي، اللي هو لبست صاحبي اصلا اللي هو في واحد تونسي قال لي ايوه. طيب حته اللي انت لما نقلت للامارات، انت من قريه في مصر، من فلاحين، مش تنمر ماشي. انت عملت كونتنت كتير ليه علاقه بالفلاحين وازاي الصعيدي وازاي الفلاحي، وعملت المحتوى ده كتير. حسيت اللي في تنمر جالك في الكومنتات او في ناس هجمتك في الحته دي، ولا الموضوع اتاخد بطريقه تانية؟ والله في شويه. بص انا عملت على حوار اللي هي الستيريوتايبس عن الفلاحين والكلام ده، فاكرني انهم ان هو كهن الفلاحين. انا عاوز ادور ليه الناس بتقول على الفلاحين ان هم عندهم كهن. كهن ده معناه يا جماعه ان هو شخص خبيث او مش مش سالك زي ما بيقولوا يعني. قعدت ادور عليه فلقيت ان الموضوع جه من ايام عندك يا باشا ايام محمد علي باشا لما كانوا بياخدوا الناس بالسخره يبقى في الجيش. فكانوا بيعملوا ايه؟ بيقطعوا الصبع ده عشان ما يدخلوش الجيش. فلما عشان ما يدخلش الجيش فانت مش هتضرب نار. ايوه صح. فقال لك فاللي كان بيجي يبص على كلهم قاطعين صوابعهم فقال لك ايه ده يا عم فلاحين ده الكهنه ده اوكي. فجت الفكره من دي. تمام. بس الناس تقول لك بقى كهن الفلاحين، لا كهن الفلاحين ملوش علاقه بالفلاحين. هو جاي منين يعني؟ هو جاي من الكهن عموما ان هو شخص هو خبيث. وانت عارف ان في مصر يعني في عندنا محافظات في مصر انت كل محافظه ليها حاجه معينه. يعني الشرقيه ليها، المنوفيه ليها يا باشا، الدقهليه ليها، كله ليها يا باشا. فهو جت كده فانا عملت اللي هو بتاع ده وحبيت ان انا انزل اصور. يعني الجلابيه دي رحت عملتها مخصوص عشان اصور بيها. شفنا في فيديوهات في الغيط كمان يا باشا نزلت يومها والله العظيم ضحك. انا نزلت يعني الناس فاكره عشان بس تفهم حاجه، انا نزلت
فقعدت ادور على الناس اللي هم الفلاحين فعلا في البلد، قعدت الف عليهم مش عارف ايه الكلام ده. ففي واحد قال لي، بقول لهم انا عايز حمار، يعني انا اصور فيديو بحمار. قال لي يا عم ما عادش حد بيستخدم الحمير، ما عادش الكلام ده بقى، كله بيستخدم موتوسيكلات. ايوه طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ فقلت يلا هنزل اصور وزي ما تيجي. حتى اللي صورني الفيديو ابن اخويا اللي عنده 12 سنه، هو اللي جه صورني الفيديو واخويا معايا. فنزلنا بنتمشى، فنزلنا بقى في وسط الاراضي، وقعدت الف في وسط الاراضي وابص عليها، فلقيت واحد بعيد بتاع كيلو عربيه بحمار. بس خلاص دخلت عليه، الراجل ده كان عسل، فقلت له يا باشا نصور معاك الفيديو بتاع. قال لي بس الفيديو هينزل فين؟ على الواتساب. قلت له على الواتساب. صورت معاه بس قلت له عايزك تقول لي بس كلمتين بس، خليته يقول لي مش عاجبك الكلام انت حر. ماشي يختم بيها الفيديو بس. ودخلت معاه الفيديو ده. الفيديو طلع، الفيديو ده اتوقف اصلا كذا مره عشان ونزلته تاني بسببكم تيك توك. قال لي يا باشا ان انا حاطط فيه ضرب نار عشان في صوت ساوند افكت بتاع ضرب نار. اوكي. ما هي معظم الفيديوهات لما الناس في المحتوى ما بتركزش في حاجات ممكن تبان لك بسيطه، بس ممكن السيستم او الاي اي يقراها حاجات تانية كتير. فهي يا باشا كان جايب مليون في يوم عادي. يعني انا اعرف، انا شفت حاجات كان في فيديوهات طبخ بيستخدموا سكينه المطبخ، الفيديو بيتوقف عشان فيه سكينه. فدي لازم انتوا بقى كصناع محتوى تخلوا بالكم. انا قعدت مسحته ونزلت تاني وشلت الحته دي، بس ما جابش برضه. طيب لما بدات تعمل المحتوى، اهلك في البلد او في المنطقه اللي انت منها شايفوا الموضوع ازاي؟ وكانوا متقبلين ده اللي انت تبقى مشهور على النت وبتنزل لك فيديوهات والكلام ده، ولا خدوا الموضوع ازاي؟ طيب بص انا اول مره اعرف اصلا الناس عارفيني اصلا، او الناس اللي بتشوف على فيديوهاتي، كنت في المنصوره ومش عارف كنت بشتري بدله فرح واحد صاحبي والكلام ده، ولقيت 10 اطفال واقفين بره الباب المحل ومستنيين عشان يتصوروا معايا. اوكي. اليوم ده كان بالنسبه لي صدمه. ماشي في الشارع رايح في واحد كده مشهور في المنصوره بيصلح ساعات والكلام ده، فكنت بضايق ساعتي. لقيته 2 واقفين عنده. ايه ده مش انت اللي بتعمل كذا؟ ده في رحت جيت اروح على كافيه بتاع بلاي ستيشن، عيال صغيره، هو اكتشفت ان انا كل عارفوني عيال صغيره يعني، فجيت عيال صغيره شافوني، ايه ده مش انت اللي بتطلع على التيك توك؟ ولقيت وجريوا، لقيت 20 طفل داخلين عليا في المحل وداخلين قاعدين عايزين يتصوروا معايا، اللي هو لا مش عارف ايه. فنزلت البلد. انا بنزل البلد مش اللي اصلا كل سنه يومين 3 كده ولا حاجه. فجيت نزلت فبنزل في العيد مثلا ولا حاجه، فنزل صلاه العيد، فراح اصلي العيد مره واحده لقيت كميه الناس اللي جايه بتتصور معايا. لا يا جماعه الموضوع ده كيف بتهزروا؟ كان ساعتها عندك كام فولورز مثلا؟ توتال مثلا 300 الف ولا حاجه. لقيت اصلا انا جاي بطلع اشرب يعني بعد العيد، انا طالع اشرب في البلكونه عندنا في منطقه اللي هو يعني في سبوت اللي هو يعني ايه. فجيت بطلع بشرب شايف البلكونه كده، لقيت في واقفين تحت ولا ممكن تنزل تصور معانا. فاللي هو انا بص اللي هو ايه يا جماعه بتاع ده اللي هو في ايه اللي بيحصل ده، وفي البلد كمان، فبالنسبه لك بتحس ان انت لا. طب اهلك كانوا متقبلين الفكره عادي؟ ما عندهمش اي سبورت الحقيقه؟ العكس يعني اهلي واخواتي. انا اول ما بنزل فيديو بينزل، مامتي بتعرف تشتغل على الفيسبوك بس. اول واحده بتشير الفيديو ما تعرفش فيه على طول، اللي هو تعرفش فيه طه ابني نزل فيديو بتشيره على طول بس. ومعتز اخويا بيقعد اصلا يبعت لي افكار للفيديوهات. طب انا حتى لما كنا بنصور الفيديو، لما جيت ماشي الفلاحين ده، فجيت انا بتكلم عادي باللهجه العاديه اللي انا بتكلم بيها، قال لا قلب اللهجه وقعد يعلمني ازاي اللهجه تبقى مظبوطه اكتر. وحياتك دي النعمه ما هنكر. اوكي. دي فقالها لي ازاي بيقولوها. فاللي هو انت اخويا اصلا بيشتغل مع الفلاحين دي، فهو عارف اللهجه، بيعرف يجيبها. فقال لي بقى بص، قال لي لازم تقولها كده وحياتك دي النعمه، وقعد يعلمني ازاي تتقال. فاللي هو لا انا اهلي الحقيقه ربنا يخليهم لي يعني. طيب احنا عايزين نبارك لك، سمعنا اللي فيه مشروع جواز كده في الطريق، بس احنا شفنا حاجة بعديها اللي شعرك راح بعد ما اعلنت الخطوبة. فاحنا عايزين نعرف اذا كان ده ليه علاقة بده ولا شعرك راح فين. لا خالص لا يا باشا. يا باشا بالامر يا باشا. اصل بص، من الاخر كده قالت لي كده، قالت لي لو جيت اتقدمت دي شعرك مش هينفع. مش هتدخل البيت ده من الاخر. فرحت يا باشا عملت ده، قلت لها خلاص. على كده هي محظوظه جدا بيك، انت مشهور بشعرك، ودلوقتي الكونتنت بتاعك من غير شعرك ده ممكن ياثر على المحتوى بتاعك. يا باشا في الارض اقسم بالله. انا مستنيه طول تاني عشان انزل كونتنت تاني. يعني انت هتسيب شعرك يطول تاني؟ طبعا. خلاص يا باشا انت خطبت فخلاص. خلاص يا باشا، مش خلاص اتقبلنا يا باشا وخلاص وحطينا دبله خلاص. لا بس الشعر ده حوار، وانا رايح احلقه اصلا. اللي هو حلاق بقى بمناسبه الحلاقين جاي بيبص لي كده، قاعد يبص لي كده،
مش مصدقك لو هتحلق شعرك. واصلا هو ما كانش عاجبه شعري اصلا، مش عاجبه شعري طويل اصلا يعني. انت عارف انت الحلاقين ده ولا؟ فقص لي شعري بقى وقعد يعمل بقى ايه ده انت شعرك حلو، لو مش عارف بتاع انا عارف ده شعرك مش كيرلي. قلت له يا عم شعري مش كيرلي، شعرك لما بيقصر ما بقاش كيرلي. وقعد شويه واصلا فضلت مثلا يعني اسبوعين 3 انا مش عارف اسرح شعري ازاي. يعني انا كنت بعمله بقى بطريقه كده مش عارف اسرحه ازاي. لسه مش فاهم. مش فاهم اصلا قعدت دي كام سنه كده المفروض؟ 3 سنين. 3 سنين انا ما قصيتش شعري. انا قصيت بس بعمل تريم بس. وحتى يعني الخطوبه خليتك تقص شعرك بعد 3 سنين. هيرجع تاني انا بقول لك هيرجع تاني ان شاء الله. لو هتختار موقف في حياتك حصل اثر في حياتك جدا، لو عايز تغير فيه حاجه هيبقى ايه هو الموقف ده؟ ولا مش عايز تغير فيه حاجه وكنت مبسوط جدا لو حصل؟ اللحظه اللي انا قررت فيها اغير شغلي من مجله اروح لديجيتال كونتنت بلاتفورم. يعني الخطوه دي انا ما اعرفش انا عملتها ازاي، بس اللحظه دي فعلا، واللحظه اللي انا عملت فيها كونتنت اللي انا كنت رافضها كنتش عايز اعملها بس انا مبسوط بيها. اكتشفت ان انا اعمل كونتنت ده بيساعدني سعاده من جوايا. يعني انا لما اكون مزاجي وحش بعمل فيديوهات بخلي مزاجي حلو. لما بعمل حاجه حتى لو انا مش شريكي، يعني انا شغلي اساسا ورا الكاميرا فبعمل كوت كتير الشركه وبتاع، فاي حاجه مجرد بس ان اطلع بيس اوف كونتنت كده وتطلع فيديو كده واقعد اتفرج عليه. يعني بعد اتفرج عليه لغايه ما عارف انت تسمع اغنيه 20 مره وتزهق منها، اللي هو خلاص الفيديو بالنسبه لك بقى وحش. في لحظه بتحس فيها ان السوشيال ميديا مثلا دمرت حياتك او غيرتك خلتك انسان اوحش؟ لا خالص، الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الحمد لله اهلي مربيني كويس جدا. ودي حاجه مهمه جدا الحمد لله. وفعلا الانسان السوي مفيش حاجه دي بتغيره مهما حصل ومهما عمل. وبالعكس يعني علمتني ازاي اكون يعني تحت الارض اكتر، انزل تحت اكتر كمان واتعامل مع الناس احسن بطريقه احسن كمان. يعني كنت الاول كنت مش فارق معايا ان اتعامل مع اي حد بطريقه معينه، لا بقيت اصلا بتلاقي نفسك بتتعامل بطريقه كويسه مع اي حد بتشوفه، من الشخص اللي بيبقى بينظف المبنى لغايه كبير CEO. لو قول لنا حاجه واحده اتغيرت فيك بعد ما عشت في الغربه. الغربه حال من عارف انت الاغنيه دي؟ طبعا. بقيت بارد شويه، تبقى ابرد شويه. يعني مهما بيحصل ما بتلاقي نفسك اللي هو ايه يعني انت نفسك يعني انت هتاخد بالك من بعد فتره لما بتيجي في مصر. هنا اول فتره بتبقى بتحاول تخلي الكونكشنز بينك وبين الناس اللي في مصر على قد ما تقدر انت اللي بتبقى متمسك فيها. السنه الثانيه تبقى نص، السنه الثالثه تقل، بعد كده بتنزل تسلم عليهم السلام عليكم، اصحابك على القهوه السلام عليكم. ده طبيعي جدا بيحصل لان انت حياتك مغير. والناس في مصر مش فاهمين ان الواحد هنا، يعني احنا هنا لو واحد ما بيسالش على حد اللي هو فاهمين عارفين اللي فيها صح، ما نقعدش نطلع عين بعض صح. اللي في مصر يقعدوا بقى يقول لك انت بتسالش انت بتعملش انت مش عارف ايه ويقعد يعاتبك. يا جماعه والله العظيم انتوا تعرفوا واحد اصلا بيروح من الشغل بيبقى عايز ينام او يبقى عنده شغل تاني يخلصه او عنده حاجه بيخلصها اللي هو اليوم بيخلص. حياه سريعه هنا غير مصر. واحد بيروح في مصر بيخلص شغله يروح على يتغدى وينام وينزل على القهوه ويخلص ويروح يسهر يلعب بلاي ستيشن وبعد كده يرجع ينام ويرجع شغل تاني يوم. صح. هنا مفيش الكلام ده. هنا انت لو اتقابلت في الويكند ده يبقى كويس. ده ما غيرش في شخصيتك حاجه غير اللي انت حاسس؟ بقيت انسان ابرد يعني بقيت باخد الامور بهدوء اكتر، بقيت اهدى بكتير قوي. يعني انا في اكتر مراحل هدوئي لدرجه ان ايمي بتقول لي انت انا عايز اتعلم منك ده اللي هو ازاي. احنا عايزين نيجي بما انك فتحت سيره ايمي الحوار جه ازاي؟ بالصدفه. لا انت كده حياتك كلها بالصدفه. انا حياتي كلها ماشيه بالصدفه يا باشا. بص يعني انا اكتشفت ان انا وايمي اتكلمنا على انستجرام من فتره. جماعه الحاجات دي اسرار اول مره تطلع من فتره ومحدش يعني اتكلمنا من فتره وجينا وانا هي سالتني على حاجه كنت منزل عنها اعلان منحه هنا وبس، ورديت عليها رد فورمال بطريقه اللي هو يعني ازاي. وما قابلت ايمي كان هو حوار ان انا بوجب معاه اللي هو عارف انت لما حد بيجي من مصر والكلام ده بس كده. فاللي هو جيت البند دي قلت انا شفت من اول يوم ما شفتها قلت البنت دي انا هتجوزها.
بصراحه خلاص. يعني قلت خلاص بنتي دي انا جوزها. لسه جايه من مصر ودمها خفيف وحلوه وبتغني صوتها حلو وكمان انا بحب الغنى وبتاع ده. جماعه ايمي مطربه فظيعه. يعني فهي يعني بتاع ده، وهي من الاخر كده يعني من الناس اللي يعني اللي علمتني ازاي يعني ايه اصلا الشخص يتحب بصراحه. يعني انا ما حسيتش انا امي ما حبتنيش كده. طب في حاجه مهمه، القطه او القط بمعنى اصح، رمسيس يا باشا. رمسيس خلاص يا جماعه سمعنا رمسيس راح خلاص مش موجود. هو رمسيس كان حبيبي وكل حاجه، بس الحقيقه رمسيس وصل لمرحله جماعه اللي ما تعرفوش بس بدون قطع كلامه، اللي هو ورمسيس لو حد متابع طه هيلاقي على الستوريز كل يوم في رمسيس عمل مصيبه، او رمسيس رايح في حته، او رمسيس جاي من حته. فهو هيحكي لنا دلوقتي حياته مع رمسيس. انا جت رمسيس في صديقه زميله ليا في الشغل، لقيتها بنزله ستوري وانا قاعد بالليل زهقان ان هو عندها قط حد ياخده، وانا اصلا ما ربيتش قط في بيتي بمنظر ان انا ربيت قط في بيتي يعني، وانا كنت ايام عندي اكتئاب وحالتي حاله يعني. فقلت لها انا ممكن اجربه. قالت لي خلاص لو ما ظبطش معاك ايه رجعه لي. ادتني كلينس. انا اخدت القط ده اول يوم اصلا ما كنتش فاهم معايا، قط صغنون كده وبتاع ده اوكي. طلعت من الاوضه لقيته بيعيط وبينونو عليا عشان هو ناس زي اسيبه بره. فالواد ايه مسكني من قلبي، حبيته وانا لسه بحبه يعني ده. تمام 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 تمام. فضلت المراحل كلها تمام عادي. وقع في مره وبيمثل، طلع قط بيمثل. بيفتح بيبان عادي مفيش مشكله يعني. مفيش انا بقفل باب اوضتي لو انا عاوز انام لوحدي، لا بقفل باب اوضتي. اوكي. بقفل باب الشقه اللي انا كنت بقفله بقيت بقفله عشان رمسيس ما يخرجش بره الساعه 3 الفجر وينونو على الجيران، ويجي لي السكيورتي تشتكي لي يقول لي الحق القط بتاعك. مشاكل في البلد ده. بيشتكي بيروح ينونو على قطه الجيران. اوكي. ويقعد يعمل لي الساعه 4 الفجر و3 الفجر. تخيل انت بترن عليك لو قط يعني. تخيل واحد بيجي لك السكيورتي يشتكي لك يقول لك الحق القط بتاعك. اللي هو القط بتاعي ايه؟ افتح الباب مفتوح. لا فين؟ الاقيه جاي جري. والله العظيم عمري ما هنسى الموضوع. جاي جري من الطرقه هو وجاي جري 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 ودخل على الشقه. انت فين يا ابن الذين؟ انت بتعمل ايه ولا مش عارف ايه؟ فتمام وكل حاجه مع ده انا باخد مواقف كوميديه. بس جت فتره ان انا عايز اصور حاجات في بيتي ومبقتش قادر اتعامل مع حوار رمسيس، لان رمسيس قط زنان الحمد لله يعني. ما في ربنا يستر على الناس اللي خدوه يعني. هو انا اسف ان انا بفاجئكم ده، بس هو رمسيس قط زنان لا يتوقف عن المياو، ما بيوطلش يعني. ما بيتوقفش عن المياو، ما بيقعدش. القطط بتقعد وتريح نفسها، بتقعد في مكانها. رمسيس انا عامل له تايمر هما 26 ثانيه بالظبط ويقوم يتحرك. عنده ADHD بيقعد يلف 26 ثانيه، اكتر مده قعدها في مكانه ما اتحركش غير لو نايم. ونايم ده اصلا ما بينامش يعني. هو ما بينامش. هو القطط بتنام ده ما بينامش. انا صحي لك انت هنا في البيت انا صحي لك. فما قدرتش خلاص ان انا اتحمل بتاع ده، وعشان هو يتبسط، لان هو قط بيحب البركه. اديته المكان يكون فيه فيلا وبتاع ده عشان يعرف يتحرك يعني مش زي الاشاعات اللي طالعه اللي ايمي هي السبب اللي القط يمشي. لا دي اشاعات يا عم. انا جبت قطه ثانيه اصلا. قطه ثانيه. ما في واحده اسمها كليوباترا. خلاص. طب اهدى طبعا من علمتني يعني ايه قطه هاديه يا حبيبي. اتعرفت يعني ايه قط. انت شفتها؟ ايوه صح. انت شفتها ما تتحركش. انا كنت بخاف منهم صح وما زلت. بس بتشوف عامله ازاي. انت ما بتتحركش على جنب كده اللي هو مش دعوه بحد. الناس دي بحس ان انا جايه معاها انت ناس مقرفين قوي يعني، عليها قسطونه. طيب المحتوى بتاعك شايف اللي انت بتقدم اكيد رساله منه. نفسك توصل لايه المحتوى بتاعك ده؟ ونفسك الناس لما تشوف طه تبقى بتقول ايه عن طه؟ نفسي ان اي حد يتفرج على الفيديو بتاعي اول حاجه يكون على وشه ابتسامه وضحك. دي اهم حاجه بالنسبه لي، لان الضحك ده اقرب طريق للناس، وفي نفس الوقت من غير ما يحس لا بياخد معلومه. في حاجه اسمها انت بتدس السم في العسل. انت بتدس السم في العسل، ودي طريقه حلوه جدا، بس مش سم بمعنى السم. بس الفكره كمان انت تحط ايه، ان احنا علينا الباطن بيشتغل بطريقه لو انت فهمتها، ان هو ان انت لو انت سمعت بودكاست. ليه الناس تسمع بودكاست اصلا مش مركزه في الحاجات، وتلاقي نفسها عارفه كل حاجه اتقالت في البودكاست. لان عقلك الباطن بيبقى شغال من غير ما تحس. فانت بتتفرج على الفيديو فانت بتقعد تضحك على الافيهات، بس من غير ما تحس بتلاقي نفسك اخدت المعلومه اللي اديتها لك في الفيديو، وتلاقي نفسك اشتغلت من نفسك بتدور على اكتر في المعلومه دي. يعني انت من نفس دي حاجه انا درستها في علم النفس وذاكرت فيها، لان الموضوع ده مهم جدا. ان الشخص انت لما بتعمل محتوى لازم تدرس علم النفس، تدرس سيكولوجيه البني ادم من كل حاجه. ازاي تحفز حاجات عند الشخص اللي هو ان هو يعمل كومنت من غير ما يقول له، من غير ما تقول له. ازاي ان هو يعمل لك فولو من غير ما تقول له. ازاي ان انت تخلي الشخص ده اصلا يبقى
بيدور على المعلومه دي اكتر، يروح يدور عليها من غير ما تقول له انا بديش المعلومه كامله، انت عندك دقيقه واحده، انا بديله المعلومه ما يكفي من المعلومه اللي يخليه يروح يدور يتفرج على فيديو تاني وتالت ورابع عن نفس الموضوع. فهي بالنسبه لي دي اهم حاجه بالنسبه لي، ان نخلي الناس كلها تبقى عارفه بعضها والناس تدور وتعرف ماضيها وحاضرها واللي هيحصل قدام عامل ازاي، وما فيش حاجه تفرقنا فعليا، لان اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا قرف، بس ما فيش حاجه تفرقنا كعرب، لان احنا فعليا بينا حاجه مش موجوده، بينا لغه واحده، لسان واحد، دي حاجه مش موجوده. انت بتتكلم عن الاتحاد الاوروبي ما فيش كام لغه؟ 26 لغه، صح. فدي حاجه مش موجوده، انت بتكسر حدود بالكلام ده. لو واحد من العراق راح يتكلم في المغرب هيفهموه، حتى لو في معاناه شويه، لو المغرب يتكلم في العراق هيفهموه، هيعرفوا يتكلموا، يعني احنا بنتكلم كلها ستاندرد عربي، كلها لغه عربيه فصحى. فبالنسبه لنا يعني ايه، نحاول نوسع اكتر في اتحادنا ده. والاودينس بتاعك انت بتتكلم لغه فيها 392 مليون شخص، الاودينس بتاعك صح، مجال كبير بالظبط يعني، فنوصل لهم ان شاء الله كلهم. امتى حسيت انا طه المشهور، او انا طه خلاص الناس عارفاني؟ والله حتى الان ما حسيتها لسه، ولا حسها اصلا. وحتى الان بتخض لما حد يجي يسلم عليا، بروح اقعد عادي وقشطه وبتاع ده، واصلا ساعات بهزر مع الناس اللي هو انت عارفني اصلا، عارف اسمي، ولاقيك مش عارفين اسمي، بلاقي ناس بتصور معايا شافوني بس كده خلاص. شفنا واحد شعره منكوش. يعني انا بس المواقف دي انا توقعت ان بعد شهر ما يتأصل ما حدش يعرفني. لقيت وانا في المطار وانا راجع من مصر بعد الخطوبه في المطار، لقيت حد جاي بيجري ويصور معايا وانا رايح على الجوازات وبتاع، قلت لا لسه في حد عارفني. الخطوبه ما بهدلتنيش بس برضه لسه بهدله. قلت كنت الاول الناس بتتفرج بس انا صور معايا اكتر. خلاص هنرجع الشهر هيطول تاني وهنرجع نعمل كونتنت تاني. طيب حاجه انا عايز اعرفها، امتى طه قال انا يأست من اللي انا بعمله ده؟ كل يوم كل يوم يا باشا، كل يوم بتيجي تفكر. طب ايه الموتيفيشن اللي بيجي لك يخليك تكمل ومرحله اليأس دي تعدي؟ ما هو انت عارف طبعا دماغ ADHD دي عامله ازاي، اللي هو انا النهارده عايز ده وبكره الصبح عايز حاجه تانية، فانت بتيجي تتكلم ان هو انا بيجي لي اقول لا مش عارف ايه، فبفكر في حاجه جديده. يعني في حاجات ممكن ما بتكملش، يعني في حاجات انا بفكر فيها انا عارف ان هي مش هعملها، بس انا زي ما قلت لك ان انا لما بكون مزاجي وحش او بفقد الامل في اي حاجه بداي دريم كل حاجه، اي حاجه خلاص. والحمد لله ما فيش حاجه انا عملت لها داي دريم ما اتحققتش حتى الان، وان شاء الله هفضل اعملها طول الوقت، اللي هي زي ما بيقولوا عليها مانيفستنج. انت بتزرع جوه عقلك الباطن الحاجه دي، يعني انت بتبص لها بعدين. يعني في موقف حصل معايا من غير ما احس، انا كل حاجه تفصيله في بيتي، انا كنت قاعد في بيت اهلي في اوضتي مفيش في جيبي جنيه، وكنت بدي دريم الحاجات دي كل تفصيله صغيره ومن غير ما احس، مش فاكر اصلا انا كنت بعمل ده. افتكرت بعدين انا جبت عربيه جديده، العربيه دي وانا بشتري عربيتي القديمه انا شفتها وقلت انا هشتري العربيه، انا عايز اشتري العربيه يوما ما، وانا بشتري انا نسيت اصلا ان في حد من وانا بشتري العربيه هو قال لي فكرني ان انت كنت بتقول عاوز تشتري العربيه دي وانا مش فاكر. فهي بتيجي اللي هو انت بتحط قدامك الهدف، بيقول لك لما تكون عايز حاجه. طب انت شايف ده صدف ولا شايف ده سعي؟ هي سعي طبعا، بس الفكره كلها انت بتحطها قدامك، بتزرعها جوه عقلك، بان انت بيقول لك لو عايز حاجه حط صورتها قدامك. اي حاجه، بيت، عربيه، مش عارف ايه، هتلاقي ناس كلها تحط صوره كده عشان ادوم دلوقتي. لا بس فعلا حطها قدام عينك وقول انا بس قول لنفسك انا هتعب، ودي دريم احلم بيها. يقول لك لا ومش عارف ايه، لا يا باشا مش الكلام ده والله العظيم من غير ما تحس. طب بالك يا عم، انا كنت نايم في بيتنا لقيت واحد بيكلمني يقول لي انت تيجي دبي، تعالى دبي، صح؟ فملهاش لا يعني هي ملهاش علاقه، هي بتيجي بالصدفه. انا مش صدفه دلوقتي. هنرجع للصدفه. ايه اسعد لحظه في حياتك؟ يوم خطوبتي بأمي. ده موضوع كبير يعني. ماشي ان شاء الله في اكتر ان شاء الله جاي. طيب شايف نفسك، السؤال بتاع الاتش ار، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ شايف 5 سنين، شايف نفسي قاعد في بالي شاري بيت هناك ان شاء الله يا رب، وقاعد هناك وبدخل لنفسي فلوس من الانترنت ومعتزل العالم، وباجي دبي كده شهرين وارجع بالي. مش عايز من 9 ل 6 دي خلاص. دي اكتر حاجه انا عايز اعملها الحقيقه، ان انا اقعد
يكون عندي بيزنس شغال اونلاين وانا قاعد بديره وانا قاعد في البيت او بعمل محتوى الله اعلم محتوى اصلا هيحصل ايه في المحتوى. ممكن المحتوى ينتهي كمان سنه وخلاص يعني. بس انا شايف نفسي كده او نفسي اعمل ده. بخصوص المحتوى ايه النصيحه اللي ممكن تديها للشباب الصغير اللي لسه بادئ هيبدا محتوى؟ تنصحه بايه عشان ما يروحش في مجال غلط او ما يروحش في حته غلط او يستخدم الانترنت بصوره مش صح؟ كان في حاجه في المسرح كانوا بيقولوها لنا، كانوا بيقول لك انت لو ضحكت الناس من غير ما تستخدم 3 حاجات اللي هو دين، سياسه او جنس، انت كده كوميديان شاطر وبتضحك صح. فانت لو هتعمل اي محتوى عن اي حاجه ابعد عن ال3 دول. دي اول حاجه، انساهم من حياتك، ما تتكلمش عنهم. تمام. الا بقى لو انت سياسي او شخص شيخ او كلام ده حاجات. بس انت لو تعمل محتوى يعني حتى بتتكلم تناقش في اي حاجه ما تناقش فيهم اصلا. وتشوف خد لنفسك حد قدوه هتفولو الشخص ده تتعلم منه وشوفه صح. يعني انت شوف انت الشخص ده المحتوى ده هتقدر تتفرج عليه وانت قاعد جنب ابوك وامك ولا لا؟ يعني دي حاجه مهمه جدا. هتعرف تتفرج على الشخص ده وانت قاعد جنب ابوك وامك ولا لا؟ ولا هتعمل ميوت وتحط الصوت وتحط سماعات؟ اوكي. يعني دي حاجه دي الناس بتستسهل بيها بس فعلا حقيقه. يعني انت بتبص معظم المحتوى اللي موجود على النت دلوقتي توطي الصوت عشان تسمعه. لكن انت لو بتسمع فيديو في وسط اهلك والكلام ده، انا في فيديوهات عملتها الناس كانت بتوطي الصوت وكانت بتشتمني بسبب ده، فيديوهات عملتها وكل حاجه. بس الفيديوهات دي يعني انا واخد بالي كويس من الحاجه دي، بس لما لقيت نفسي باثر عليها بطريقه سلبيه قلت لا مش هعمل كده، مش هتكلم في الموضوع تاني نهائي او مش هتكلم في الموضوع دي تاني. فهو خلي بالك اعمل محتوى ان انت تتفرج عليه قدام اهلك. طيب الشباب اللي عايزه تسافر بره مصر، يعتبر انا وانت من الشباب اللي سافرنا بره مصر من زمان، تنصح الناس بده او عامه اللي انت تنصح الناس بالسفر بره الدوله اللي هم فيها، اللي هو المثل المشهور بتاع انت اتحرك انت مش شجره، سافر انت مش شجره، الكلام اللي احنا بنشوفه على الانترنت ده، وممكن ده بيأثر نفسيا كتير على ناس كتير، مثلا بتبقى صعب عليها تسافر او صعب تلاقي شغل بره، ولا الناس تفضل في مكانها ما تتحركش من مكان؟ بص في حاجه اسمها لو عارف انت غير العتبه. هو غير العتبه ده في اي حته، يعني ممكن تغير عتبه بيتك، ممكن يكون بيتك ده جالك شغلك بيتك عربيتك كل حاجه غير عتبه مراتك ساعات ما نقولش كده. لا بس هو ده حقيقه اصلا تغير العتبه ده على زوجه اصلا قصه حقيقيه على لا زوجة. انا ما اعرفش ايه القصه دي. قصه سيدنا سيدنا ابراهيم السلام لما دخل سيدنا اسماعيل ولا مش عارف ايه، فدخل لمراته مش فاكر بالظبط مين، انا ما اعرفهاش بس هي القصه ان في شخص ان سيدنا ابراهيم بقى دخل سيدنا اسماعيل فمراته يعني قعدت تشتكي له وتقول له ده مش عارف ايه، ده احنا كذا حالنا كذا او مش او وضعنا عامل ازاي. فقال لما ابني يجي يقول له ان هو غير العتبه، فجي بعد كده اوكي اللي هو دخل عليه فمراته بقى لا بتقول احنا كويسين وحالنا كويس وموضوعنا كويس مش عارف ايه، لا ثبت العتبه. فمش فاكر مين الشخص او في التاريخ الاسلامي او التاريخ الديني هو الموضوع، بس القصه دي حقيقيه يعني. فده كلمه غير العتبه جايه من كده اصلا. اوكي. بس فكره السفر، بص انا بحب، انا معاك يا باشا خد الخطوه ما تقعدش، بس انا بحبش الناس اللي بترمي نفسها في التهلكه. وانا الحوار ده كتير، اي حد من اصحابي بيكلمني يقول انا عايز اجي دبي وكلام، اول حاجه بقولها له ظبط الانجليش بتاعك ماشي قبل اي حاجه، ما تفكرش في اي حاجه، ظبط الانجليش بتاعك وحدد انت عايز تاخد ايه ككارير. ما تقوليش انا هاجي اشتغل اي حاجه، لان هتيجي تشتغل اي حاجه هتتبهدل وهتتمرمط وهيطلع عينك وهتاخد مرتب قليل. صح، لو مش مرتب نفسك كويس بالظبط، وهتيجي في الاخر تلاقي نفسك كنت قاعد في مصر احسن منها. ومش دبي بس، اي دوله هتعوز تسافرها لازم تبقى معاك كل الحاجات دي. صح، في اي حته. فانت بص حدد بالظبط انا جاي اشتغل في ايه. انا عندي كارير، انا لما جيت هنا انا كان عندي كارير واضح ومحدد بتاع اهلي كانوا رافضينه عشان يقولوا لي بالنسبه انت هتشتغل في مصوراتي هتشتغل مش عارف ايه، قلت لهم لا انا هجرب مش هخسر حاجه. صح. ولو ما خسرتش انا عندي كارير، عندي جامعتي، خلصت جامعه، انا اصلا شغال باخد بزنس ادمنستريشن واكاونتنج، فانا عندي الكارير التاني ده. بس فعليا لا انا واخد القرار ده واتجهت فيه، فحدد ده وخد الخطوه دي في الناحيه دي. ما تجيش بقى تقول لي انا لا انا هشتغل سيلز، انا هشتغل مش عارف ايه، لا يا حبيبي، ما هو مش انت هتيجي تدور على كده مش هتعرف. انا شفت بعيني، شفت ناس جت طلع عينها هنا طلع عينها وشفت ورجعوا مصر تاني وصرفوا اللي وراهم واللي قدامهم. فهو يعني ما تجازفش، لا جازف بس في النطاق امكانياتك بالظبط، وحدد نفسك. وحاجه واحده، لو انت السكيل بتاعك في مصر انت شاطر بنسبه 50%، يعني انت لا انت 100% في مصر انت اجمد واحد فيهم،
اعرف نفسك انت لما تيجي هنا في ناس اجمل منك بكتير. انت عادي جدا. صح، المنافسه عاليه، منافسه عاليه جدا. يعني خلي بالك من الحته دي عشان ما تجيش تصطدم في الواقع المرير. هو واقع حلو بس ما تصطدمش وفي الاخر تقول له ايه صاحبي ده اللي ضحك عليا وقال لي تعالى هنا. وياما في كتير يعني قلنا الكلام ده. مبسوط جدا بوجودك معانا في استوديو النجوم يا طه، شرفتنا النهارده. حابب تقول رساله اخيره للجمهور ومتابعينك؟ يا باشا اقول لك تسلموا لي وبحبكم والله العظيم، ويعني انا مبسوط ان انا معاك يا هاني. وباشا انت جاي لك يوم السبت في حلقه يا جماعه تبقى مع طه قريب. يوم السبت ان شاء الله تجي لي كده نصور الحلقه، نتكلم عن الحياه بعد الصين. بالظبط. الواد عنده شويه حكايات، الواد يحكيها لي في الطبيعه وتقول لا خلاص تعالى احكيها لي بقى قدام الكاميرا. صح، نعمل حلقه ان شاء الله على القناه بتاعتي اتفرجوا عليها بقى. اكيد. حبيب قلبي، ما تنسوش يا جماعه تعملوا فولو لايك وسبسكرايب كل حاجه. اوكي